السلام عليكم واهلا بيكم يا شباب ويا نساء، وده بما ان مجالنا بدأ يحتوي البنات بشكل ملحوظ مؤخرا. في الفيديو ده ان شاء الله هنرسم مع بعض مسار لمجال السايبر سيكيورتي، بحيث اننا نعرف هنبدأ منين ونكمل ازاي ونوصل لفين، وجاهزين ان شاء الله في الفيديو ده نتعمق ونستكشف في المجال بنفسنا وبدون الحاجة لمرشد او منهج نلتزم بيه. نقول بسم الله ويلا بينا نتعرف على مسارنا. بداية كده احنا معانا 4 مراحل اساسية نقدر نعتبرهم زي 4 سنين جامعة بالظبط، بس ده الملخص. يعني من المتوقع انك تخلص المسار ده في اقل من سنة. واحنا في الرحلة دي مع بعض خلينا نعتبر ان المسار ده هو سلم، وعشان اكون محترف في المجال ده لازم اتخطى 6 درجات السلم. عندنا المرحلة الاولى هي مرحلة الليفل 0 اللي مستوى 0، يعني احنا مش هنبدأ من 1. عندنا المرحلة الدرجة الأولى من السلم، وعندنا مرحلة الدرجة التانية، التالتة والرابعة والخامسة والستة، لحد ما نوصل لمرحلة الخبير بإذن الله. طيب يلا نوضح كل درجة في السلم معانا محتاجة ننجز فيها ايه عشان ننتقل للي بعدها. في المرحلة الأولى معانا 3 كورسات بتنقل المتعلم أو المبتدئ اللي هو حضراتكم من فكرة عدم المعرفة المطلقة لمرحلة تساعدك ترسم خلفية عن ازاي الموضوع ده بيمشي. في المرحلة دي معانا كورسات هتساعد المبتدئ او المتعلم انه يعيش ويفهم ماشي ازاي. يعني انت بعد ما تخلص ال3 كورسات دول تقدر بعد كده تقرر اذا كنت شغوف فعلا او عندك شغف تجاه المجال ده وتبدأ تكمل فيه، او تعمل سويتش لمجال او تغير لمجال مختلف. الكورسات في المرحلة دي معانا هم 3. اول كورس معانا هو CS50. الكورس ده هيأسسك برمجيا ويعرفك على أهم بيئة لازم تتعود عليها في الفترة والمرحلة دي، ألا وهي بيئة كتابة الكود وممارسة التعامل معاه. واللي بيقدم الكورس ده هو قناة عبد الرحمن جمال على اليوتيوب. كل الكورسات اللي هنتكلم عليها هسيب لكم الصور بتاعتها وكمان اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف وفي أول تعليق وفي قناتنا على التليجرام. تاني كورس معانا هو كورس IT Plus، والكورس ده هيأسسنا بشكل كبير جدا في تعريف يعني ايه تكنولوجيا المعلومات. كورس سيمبل ولكن مخرجات التعلم فيه هتفرق معانا جدا. الكورس الثالث معانا وهو اهم كورس تقريبا، وهو كورس الشبكات CCNA. الكورس ده على اليوتيوب بيقدمه المهندس سجاد غفوري. هنقدر نتعلم ايه من الكورس ده؟ الكورس ده هيساعدنا ان احنا نفهم اساسيات الشبكات، وهيساعدنا نفهم تكوين وادارة الاجهزة زي الرواتر والسويتشات، وهيساعدنا ان احنا نتعلم ونعرف تحليل المشاكل، ودي مهارة مهمة جدا، وهيعلمنا وهنتعرف فيه على امان الشبكات. وخامس واخر حاجة معانا وهي مهمة جدا تكنولوجيا IPv6. وبكده في المرحلة اللي هي مرحلة الزيرو او ليفل الزيرو بقى عندنا اهم 3 ركائز هتكون قاعدة صلبة نبني عليها اللي جاي، نبني عليها باقي المسار، وهما ركيزة البرمجة وركيزة تكنولوجيا المعلومات وركيزة الشبكات. وللأسف محاولة السعي في مسار السايبر سيكيورتي من طرق مختصرة ومختلفة عن البدء بدراسة ال3 ركائز المذكورين دول هتكون ما هي إلا مماطلة وتضييع للوقت، وهتلاقي نفسك بعد كده تراجع ولازم تبدأ منهم بس بعد ما تكون كونت خلفية محبطة وصعبة عن المجال. في المرحلة التانية بقى ليفل 1. المرحلة دي اللي اغلب الناس دايما بتبتدي منها من غير ما تكون ركيزة صلبة، اللي اتكلمنا عنهم في المرحلة اللي فاتت. طيب هنتعلم ايه هنا بقى؟ الموضوع هيكون اسهل معانا شوية. اول كورس معانا هو كورس انظمة اللينكس. بعد ما نخلص الكورس ده هنكون قادرين ان احنا نفهم اساسيات اللينكس وأنظمة التشغيل، نكون فاهمين يعني ايه الأمان وإدارة المستخدمين، وهنفهم الأوامر وأهميتها وإتقان الأدوات اللي بتبقى مع اللينكس، وهنفهم إدارة الحزم والبرمجيات، وهنفهم الشبكات والخدمات. والشبكات هنا أنا بتكلم عن الألفا. تاني كورس معانا في المرحلة دي وهو كورس الويندوز سيرفر. كورس مهم جدا، ولما نيجي نقدم في شركة بعد كده الكورس ده من الكورسات اللي بتكون مطلوبة. هنفهم من الكورس ده أو هنتعلم من الكورس ده فهم نظام التشغيل اللي هو ويندوز، إدارة المستخدمين والمجموعات، خدمات الشبكة والخوادم زي DNS والDHCP، وهنفهم تكوين الأمان والحماية، تكوين جدار وتشفير اتصالات، وهنفهم إدارة الطاقة والأداء.
استكشاف ادوات وادارة المايكروسوفت زي الباور شيل والسيرفر مانجر، وكمان هنتعلم ادارة النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات. كل ده في كورس الويندوز سيرفر. تالت كورس والاخير معانا في المرحلة دي هو كورس ال AWS اللي هو اختصار لامازون ويب سيرفيسز. لما بنتعامل مع الكورس ده بنقدر نفهم خدمات ال AWS، وبنعرف منها مجموعة واسعة جدا من خدمات ال AWS زي ال EC2 وال S3 وال RDS، وبنعرف إدارة وتكوين الخدمات، وبنعرف أمان ال AWS، وبنعرف تكنولوجيا الحاويات والخدمات المدارة، والتعامل مع خدمات إدارة الكود زي AWS Code Deploy، وكمان بنتعلم التحكم والمراقبة. بعد ما نخلص الكورس ده عايز اقول لكم ان تقفيل ال6 كورسات للمرحلتين اللي فاتوا دول مع نفسك معناه انك كمتعلم مبتدئ كونت خلفية صلبة وجميلة جدا عن الموضوع، وبشكل ما هتتخطى مرحلة الاسئلة الكتير وهتكون قدرت انك تستوعب. مراجعة سريعة: عندنا كورس ال CS50 وكورس ال ITE Plus وكورس الشبكات CCNA. في المرحلة التانية اللي هي المرحلة ليفل 1 عندنا كورس أنظمة تشغيل لينكس وكورس ويندوز سيرفر وكورس ال AWS. بعد ما خلصنا المرحلتين الأولانيين فأنتوا كده ماشيين حلو قوي. عاش عليكم يا شباب ويا بنات، وسقف على المجهود الجبار. ولأننا في مجالنا ده عارفين إن الانتقال بين المراحل بيرفع مستوى سعادتنا كمتعلمين، حابب أبشركم إن إحنا هننتقل في المرحلة دي لليفل 2، من ليفل 2 لليفل 5 على طول دايركت، مفيش ليفل 3 ومفيش ليفل 4. وكمان المستوى ده بيحتوي على كورسين فقط مش 3 بس. كل المطلوب ان احنا نواصل وما نستعجلش على البريك دلوقتي ابدا. طيب ننزل بالكورسين. اول كورس معانا هو السكيورتي بلس. الكورس ده يا شباب مهم جدا، بنتعلم فيه فهم مفاهيم الامان والتعرف على الهجمات والتهديدات والتعرف على التقنيات الأمانية، وبنتعلم فيه أمان الشبكات وكيفية حمايتها، وكمان أمان النظام تطبيقات، وفهم كيفية تأمين أنظمة التشغيل وتطبيقات البرمجية. كمان هنتعلم إدارة المصادقة والوصول، ودي بتفرق معنا جدا في الشبكات. ومعانا تحليل الأمان وأمان السحابة، وفي أمان السحابة ده بنتعلم كيفية حماية البيانات من بيئة الحوسبة الحسابية. طيب تاني كورس معانا في الليفل ده وهو كورس مهم جدا جدا جدا. كورس ايه؟ ال CCISC. ليه الكورس ده مهم جدا؟ لانه شامل على حاجات كتير جدا، كورس شامل وتقدر تتعلم منه حاجات كتير. طبعا زي ما قلنا ان ده عندنا مسار كامل. في ناس بتبدأ تتعلم انظمة اللينكس وتبدأ تدخل على الكورس ده على طول اللي هو اختصار للوقت، لكن احنا هنا بنتعلم بطريقة صحيحة. هنتعلم ايه بقى في الكورس ده؟ فهم اساسيات الشبكات، وفهم تكوين وادارة الاجهزة، وفهم التحليل والتشخيص، وامان الشبكات والشبكات اللاسلكية. وبرضه هنتعلم فيه تكنولوجيا ال IPv6، وقلنا ان التكنولوجيا دي مهمة جدا. والكورس ده يا شباب بيساعدنا جدا جدا على تحسين فرص العمل. ده لو حابين ان احنا ننضم لشركة او نقدم في شركة، الكورس ده بيقوي سيرتك الذاتية جدا. من المتوقع انك تخلص الكورسين دول خلال 2 ل3 شهور بشكل كامل بالمراجعات، وده لو انت فعلا دايس واخد الموضوع بشكل جد. اهلا بيكم في السلمة ال5. وصلنا للمرحلة دي هينقلنا من ليفل 5 لليفل 7 لليفل 7 دايركت. في المرحلتين دول احنا معانا 3 كورسات، وال3 دول في الشبكات، وده ان دل فهو يدل على ضرورة الاهتمام بالشبكات وتطوير مهارتنا فيها. الكورس الاول معانا هو ال SSCP. في الكورس ده هنتعلم مفاهيم امان المعلومات، وهنتعلم ادارة الهويات والوصول، وهنتعلم تصميم امان بنفسنا، وهنتعلم وهنتعرف على تقنيات الحماية وادارة الامان الفعالة. تاني كورس معانا وهو ال CYSE Plus. الشهادة دي مشهورة ومعترف بها جدا في مجال الامن المعلوماتي، وبتركز بشكل خاص على مهارات تحليل الامان واستجابة التهديدات، وده اللي هنتعلمه من خلال الكورس بتاعنا. فهم عميق للتحليل الأماني، تقييم المخاطر والضعف، رصد وتحليل التهديدات، استجابة الحوادث الأمانية وإدارة الأزمات، تحليل البيانات والأدلة، وأمان التطبيقات والأنظمة، وكمان أمان الشبكات.
كورس ال CCNP Security، كورس مهم جدا معانا، وده الكورس الثالث في المسار او في ليفل 5، واللي هنتعلم فيه تصميم امان شبكات وتكوين امان. وهنا انا اقصد ادارة اجهزة الامان زي الجدران النارية واجهزة الVPN واجهزة الكشف عن التهديدات، وعندنا تحليل التهديدات والاستجابة للحوادث، وعندنا كمان هنتعلم فيه تكنولوجيا الحماية المتقدمة، تكنولوجيا الVPN وتكنولوجيا الوقاية من الفقدان وإدارة السياسات الأمانية. السلمة الأخيرة، ودي من أهم المراحل اللي لازم إن احنا نعتمد فيها على نفسنا بشكل كبير. في المرحلة دي احنا عندنا كورسين مهمين جدا، وهو كورس ال OSCP وكورس ال CISSP. ناخدهم واحدة واحدة. الكورس الأول اللي هو ال OSCP هنتعلم فيه حاجات مهمة جدا جدا جدا، زي مهارات اختبار الاختراق واستخدام أدوات اختبار الاختراق زي البيلب سويت والإنماب والميتاسبلويت، تحليل الثغرات، القدرة على تحليل وفحص الثغرات في أنظمة المعلومات، تجاوز أنظمة الأمان. وكمان هنتعلم التفاعل مع الشبكات واكتشاف الثغرات المحتملة، استخدام الخدمات الآمنة. هيكون عندنا القدرة على استخدام خدمات الأمان لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، التفاعل مع التقنيات المتقدمة زي تقنيات الحماية، الويب ابليكيشن والفايرول والحماية من الاختراق، تحليل العيوب الأمنية في التطبيقات وفي الشبكات. كورس شامل ومهم جدا جدا. تاني كورس معانا في المرحلة دي هو كورس ال CISSP، كورس مهم جدا، وهو اختصار Certified Information System Security Professional، حرفيا بروفيشنال. الدورة دي والكورس ده من الكورسات المعترف بيها على مستوى العالم في مجال الأمن المعلوماتي، وده اللي هتتعلمه بعد ما تستخدم أو تتعامل مع الكورس ده. هتتعمق بشكل كامل في مفاهيم الأمان وإدارة الأمان بشكل كامل وتقييم المخاطر بنفسك. وكمان هتقدر بعد ما تخلص الكورس ده يكون عندك القدرة على تصميم امان للنظم والتطبيقات بشكل فعال. ده لوحدك. عندنا التحقق والمراقبة وإدارة الوصول والتعامل مع إدارة الوصول وصلاحيات المستخدمين بشكل فعال. عندنا كمان هنتعلم حماية البيانات، هنتعلم ازاي نحمي البيانات وتأمينها بشكل فعال. ولحد هنا نكون خلصنا، ولكن مش بشكل نهائي. ليه؟ لان احنا لازم نتعلم اكتر واكتر ونتمرن اكتر واكتر، وعشان كده معانا ال3 مواقع دول هتتدرب فيهم على كل اللي عملته. وبكده خلاص انتوا جاهزين تكملوا من غير مرشد او خطة تتبعوه، ومعاكم خريطة التعلم كاملة من ليفل 0 لحد ليفل 7. ولما تخلص الليفل ده فانا ساعتها اقدر اقولك ان انت سايبر سيكيورتي اكسبرت باذن الله. هتلاقوا كل اللينكات زي ما قلت لكم في الجروب وفي صندوق الوصف وفي التعليقات. سلام واشوفكم على خير ان شاء الله.